مثلث قلب مصر كلها حرفيا. احنا مش بنتكلم عن مثلث برمودا، ده مثلث بيطل على البحر المتوسط، رمل بيضاء ومياه فيروزيه، مدينه راس الحكمه المصريه. المدينه اللي كانت في يوم من الايام استراحه اختارها الملك فاروق، واللي اتسمت راس الحكمه تيمنا بحكمه الله. القصه بدات في وسط الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي بيعيشها المصريين في الفتره الاخيره، بعد تسريبات من اعلاميين عن انفراجه قريبه، صفقه هتضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري. لكن ايه حكايه راس الحكمه واهميه المدينه ديت؟ راس الحكمه المدينه اللي موجوده على سواحل البحر المتوسط، واللي موجوده في الكيلو 170 على الطريق الساحلي، وبتبعد عن مدينه مطروح 85 كيلو. الساحل الشمالي المصري لحد وقت قريب كان اخره مارينا وشويه قرى سياحيه كده بعدها، لحد ما اتعملت مدينه العالمين الجديده، واللي في اخر الحلقه هتقدروا تعرفوا كل حاجه عنها هي كمان. وكان طبيعي ومتوقع ان الساحل الشمالي هيمتد لحد ما يوصل لمرسى مطروح كجزء من خطه طويله الاجل تم الاعلان عنها لانشاء مدن جديده متكامله في كل مكان في مصر. راس الحكمه واللي زرتها من اكتر من 10 سنين مجرد شواطئ فاضيه، لكن مش اي شواطئ، دي شواطئ فعلا ما فيش زيها على مستوى العالم كله. يمكن يكون في دول بتمتلك شواطئ جميله، لكن شواطئ مصر ليها وضع تاني، سواء الجو اللي بيعتبر معتدل طول السنه بعكس الدول اللي بيكون فيها الشتاء برد قارس طول السنه، او الدول اللي ما بينفعش تتحرك فيها غير بتكييف. طبعا المميزات دي كلها غير موقع مصر اللي ما فيش زيه. نرجع لتاريخ مدينه راس الحكمه. اول ظهور رسمي للمدينه كان سنه 1948 لما الملك فاروق قرر ان يبني هنا قصر ليه، لكن بعدها ومع اللي حصل سنه 52 اتنست المدينه، وده علشان اتجاه مصر وقتها كان الاهتمام بمشاريع ليها علاقه بالزراعه زي بناء السد العالي والملاحه في قناه السويس. القصر اللي اصبح استراحه كان بيحب يروح ليها السادات ومن بعده مبارك بعد كده، علشان سنه 1975 السادات يقرر اخلاء المدينه من سكانها علشان هيتبني مكانها مدينه سياحيه ضخمه. لكن الكلام ده ما اتنفذش وفضل حبر على ورق القرار الجمهوري اللي اصدره. ومن بعدها مبارك كان بيروح هناك كتير لدرجه ان احد افراد اسرته لما احتاج مستشفى اكتشف انها مقفوله اصلا، علشان طبعا تتجهز المستشفى باعلى الامكانيات ويتم دخول المرافق للمدينه ديت. ومن بعدها فضلت برضه مدينه منسيه لحد سنه 2019 علشان يرجع تاني اسم مدينه راس الحكمه كجزء من خطه تطوير الساحل الشمالي المصري 2052. الخطه واللي بتقتضي ان يتم انشاء مدينه سياحيه ضخمه تنافس اهم المدن السياحيه العالميه من خلال خلق مساحات داخل البحر. مدينه سياحيه زي العالمين الجديده كده تكون مستدامه ومتكامله شغاله طول السنه، يعني مش مجرد شهور الصيف وبس، ومتكامله من خلال الاستفاده من الشواطئ والصحراء والبيئه بشكل عام وانشاء مشاريع سياحيه وكمان صناعيه. مدينه راس الحكمه بتمتلك مقومات ممكن تخليها واحده من اهم المدن مش بس على مستوى مصر، كمان على مستوى العالم. المدينه حاليا واللي بتستفيد من شبكه حديثه وضخمه من الطرق المصريه، واللي كفيله انها تربطها بالقاهره وبباقي المدن والمحافظات في مصر. احنا هنا بنتكلم عن سهوله وصول المدينه في وقت قياسي، بالاضافه لربطها بمدن البحر الاحمر والقاهره وباقي المحافظات بالقطر الكهربائي السريع. المدينه واللي بتمتلك شواطئ طولها اكتر من 50 كيلو، وزي ما قلنا دي مش اي شواطئ. المدينه بتستهدف انها تجتذب 300 الف نسمه كسكان فيها، و3 مليون سايح سنويا من خلال الاعتماد على سياحه اليخوت والشواطئ والسياحه البيئيه والصحراويه كمان. المدينه هتضم احياء سكنيه بمستويات مختلفه وفنادق عالميه ومنتجعات سياحيه ومشروعات ترفيهيه. كمان المدينه هتضم طبعا الخدمات اللي بتحتاجها اي مدينه زي المدارس والمستشفيات والجامعات، ومنطقه حره خدميه فيها انشطه صناعيه ولوجستيه كمان، وحي مركزي للمال والاعمال زي اللي موجود في العاصمه الاداريه الجديده. كمان راس الحكمه هيكون فيها مدينه ضخمه للسفن السياحيه اللي بتلف العالم، بحيث ان راس الحكمه تجتذب جزء كبير من حركه السياحه العالميه في مجال الكروز. الربط بالعالم مش بس هيقف عند المارينا، كمان هيشمل انشاء مطار دولي داخل المدينه بحيث انها تكون قادره على استقبال 8 مليون سائح اضافي بعد اكتمالها. راس الحكمه قريبه من مدينه ضخمه ومهمه جدا، وبتعتبر عاصمه مصر الثانيه وهي مدينه العالمين الجديده، واللي المفترض ان هي هتزيح اسكندريه بعد ما كانت هي العاصمه الثانيه لمصر. المدينه اللي اصبحت واقع مش مجرد تخطيط على ورق، واللي نجحت السنه اللي فاتت انها تجتذب جزء كبير جدا من السياحه المصريه والعربيه وكتير من الفعاليات الضخمه اللي حققت نجاح كبير. واللي برضه مش بس مدينه سياحيه، لا دي مدينه سكنيه وصناعيه كمان. من وانا صغير وانا بسمع عن ضروره تعمير الساحل الشمالي المصري. كلامنا هنا طبعا مش على مارينا ولا القرى السياحيه اللي حواليها، تعمير مدن متكامله ومستدامه، تعمير بجد يعني. لكن هل مصر فعلا بتبيع ارضها علشان تحل ازمتها؟ التعمير واللي بيعتبر شيء ضروري جدا ومش رفاهيه. مع تعاقب الحكومات المختلفه كان الاهتمام بس بالوادي الضيق والبناء على الاراضي الصالحه للزراعه، وتم اهمال اي توسع حقيقي على حدودنا في الاتجاهات المختلفه، بالتالي مساحات ضخمه مهدره. التعمير اللي بدا ينتشر في كل مكان في مصر في الفتره الاخيره، واللي
حاليا هينضم للمدن ديت مدينه راس الحكمه. بناء مدينه ضخمه زي ديت بيعتبر شيء في صالح الدوله المصريه مش ضدها، لكن طالما كده ليه حاله الخلاف اللي حصلت ديت في وسط الازمه اللي كلنا بنعاني منها ديت؟ اتقال ان مصر هتبيع ارضها علشان تحل ازمتها، علشان من بعدها يتم الاعلان عن تفاصيل الصفقه وانها استثمار مش بيع. تكلفه انشاء وتطوير المدينه شيء خارج قدرات الدوله المصريه، والطبيعي ان اي دوله بتسعى ان هي تجتذب مستثمرين يستثمروا فيها، بل ان جذب الاستثمارات ديت بتكون دليل على ان الاقتصاد هيكون افضل. من قديم الازل في الكتب وفي الواقع معروف ان راس المال جبان، طبيعي ان محدش هيحط عندك الاستثمارات دي كلها وهو شايف ان الاستثمار دوت هيفشل. مصر بتعتبر شريك مالك، اما باقي المستثمرين فبيعتبروا شريك منفذ. الصفقه واللي تضمنت مبلغ هتحصل عليه مصر بشكل فوري وهو 35 مليار دولار، بالاضافه طبعا ل 35% من ارباح المشروع، بخلاف طبعا استثمارات تانية غير مباشره مش هتقل عن 150 مليار دولار. هيتم ضخهم في تنفيذ المشروع في السوق المصري، طبعا هيستفيد منهم بشكل مباشر الشركات اللي هتشتغل في المشاريع ديت، وكمان الشباب اللي هتشتغل في الشركات ديت، وهيستفيد منهم كمان الاقتصاد المصري بشكل عام. ده غير استفاده تانية طبعا للمشاريع والصناعات المكمله. فالموضوع هنا مش بيع، ومش منطقي يعني ان الارض اللي عمرنا ما فرطنا في شبر منها وبيدفع ثمنها دايما دمنا انها تتباع دلوقتي، والا كان الاسهل ان صفقه تانية خالص تتنفذ وهي صفقه القرن. جذب الاستثمارات هنا بيعتبر حل مهم جدا وفي وقت مهم، علشان بعد الاعلان الرسمي والتوقيع ينخفض فعلا الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع الاعلان عن مصادر تانية للدولار. استثمارات زي ديت تنفيذها هيحتاج عماله ضخمه جدا من عمال ومهندسين ومختلف الوظائف لانشاء المدن ديت، وكمان تشغيلها بعد ما يتم انشائها. اتمنى التوفيق والنجاح والخير لمصر طبعا ولكل المصريين، واتمنى الحكومه فعلا تشتغل وتهتم بجذب استثمارات ضخمه زي ديت في مجالات مختلفه زي التصنيع كمان، خاصه ان البنيه التحتيه المصريه في افضل حالاتها دلوقتي، والاوضاع المصريه المستقره بفضل الله ثم بفضل الشعب الواعي دوت اللي لسه محافظ على بلده رغم الظروف اللي بيمر بيها ديت، واللي ما زال بيعاني ولسه محتاج يتعمل علشانه الكتير والكتير.